بُص، هو الموضوع صعب شوية، صعب عليّا وصعب عليك وصعب على أي حد بيشجّع الزمالك، خصوصًا لو قديم شوية والجديد كمان، يعني لو أنت مشجّع قديم يعني سِنّك قُرب 30، 35، 40 سَنة، أو لو أنت مشجّع كورة جديد، هو صعب عليك اللي أنا هاقوله ده. إيه اللي صعب؟ إن شيكابالا قرر إن هو يعتزل، واعتزال شيكابالا مش من السيزون ده بصراحة يعني. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم في الكورة. هنتكلم النهاردة عن اعتزال شيكابالا، هنتكلم عن صفقات الزمالك، هنتكلم عن بعض الامور اللي تخص الزمالك في الفترة الأخيرة. ولكن الموضوع اللي بقالي يومين شاغل الرأي العام الزملكاوي وشاغل الرأي العام بشكل عام يعني هو اعتزال شيكابالا كرة القدم. بصراحة لو هتيجي تسألني أنا، يعني أنا كعبد الرحمن ماليش علاقة بأي حد، إن كل واحد بيحسبها من وجهة نظره هو. أنا مع وضد اعتزال شيكابالا. مع اعتزال شيكابالا لأن هو خلاص يعني أنت وصلت لل40 41 تقريبا يعني الأكثر تتويجا مع نادي الزمالك بالبطولات، الحمد لله. راجل عملت كل حاجة مع النادي يعني، عملت كل حققت كل البطولات مع النادي، أنت فاهمني؟ فلازم يجي الوقت عليك بقى أنت تسلم الراية. ولكن يعني أنا كنت حابب اعتزال شيكابالا ما يبقاش في الوقت الحالي، يبقى أو لما كان في السوبر الأفريقي كان يعتزل جوه الملعب إن أنت واخد بطولة قارية من النادي اللي بينافسك. ولكن هو أضرب بقراره طبعا يعني في الأول أو في الآخر. أنا بالنسبة لي شيكابالا أنا عاصرته في كل العصور أو في كل الأزمان. عاصرته وأنا كنت لسه صغير، عاصرته وأنا شاب، وعاصرته دلوقتي خلاص وإحنا يعني عدينا ال30 وداخلين على ال35 وال40. عاصرته في كل الأزمان. شيكابالا بالنسبة لي أنا مش لعيب كورة. شيكابالا بالنسبة لي هو الأخ والصديق صاحب المدرج اللي أنت كنت تيجي كده، كان بيجي يقعد معانا كده في المدرج ويشجع، أنت فاهمني؟ وطبعا الفيديوهات موجودة وكل حاجة موجودة، واللي بينكر ده ربنا يعني إيه، ربنا يهديه على نفسه. اعتزال شيكابالا هو من الموسم اللي فات، او تقريبا عمل حلقة كده مع واحد اعلامي وقرر ان هو هيعتزل. وهو صاحب القرار يا جماعة، يعني محدش ليه سلطة ان هو يقول لي شيكابالا اعتزل او لا، لان هو صاحب القرار في الاول وفي الاخر يعني، انت فاهمني؟ آه، يعني الناس في لجنة التخطيط بيقولوا طب اقعد، طب مش عارف ايه، هو واخد القرار خلاص يعني. شيكابالا تعب ناس كتير، شيكابالا عدى عليه لعيبة كتير جدا، يعني عدى عليه اجيال متفاوتة، وهو اللعيب الوحيد الثابت. يعني عدى عليه جيل من 2007 لحد 2010 او 2012، من 2012 ل 2015، من 2015 لحد اللحظه دي. فانت في اجيال، في لعيبه لعبت بعد شيكابالا واعتزلت قبله، وفي نادي او في انديه ما بتعرفش تعمل اساطير، بيشتروا الاساطير. في نادي بدون داعي ذكر اسمه عشان ما نقولش يا جماعه اصل النادي ده ني 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 وانتوا بتزعلوا اهو. في نادي ما بيعرفش يعمل اساطير، بيشتري الاساطير بس خلاص. شيكابالا اسطوره نادي الزمالك، خلاص شاء من شاء وابى من ابى، خلصت نقطه من اول السطر وبعد كده نتكلم. الزمالك من المفترض عليه ان مصطفى شلبي خلاص يودعنا. دونجا في كلام ان هو يقعد، الجزيري هيقعد، الزناري هيودعنا، محمد عاطف، مهاب ياسر، الناس دي كلها خلاص يعني بتودعنا خلاص. الفتره الجايه في الزمالك مدير الفني خلاص قرب ان هو يوصل خلال الاسبوع ده، مش الاسبوع الجاي، الاسبوع ده. وبنسبه كبيره انا عارف هو مين، بس انا مش هقول هو مين. وهو مين ده بالمناسبه، بس يعني المدير الفني للزمالك انا اعرف هو مين من جوه النادي ده مبدئيا. يعني انا اعرف مين المدير الفني لنادي الزمالك من جوه نادي الزمالك، من حد جوه نادي الزمالك، بس انا مش هقول مين هو المدير الفني حفاظا على ما يتبعه المجلس او ما يتبعه لجنه التخطيط من سريه تامه. فاحتراما لده احنا مش هنقول، انا مش هقول مين المدير الفني لنادي الزمالك علشان الناس تكمل شغلها وخلاص. هو الراجل وقع بالمناسبه يعني، تمام، وجاي الاسبوع ده يا الثلاث او الاربع ماكسيموم الاسبوع اللي جاي بالمناسبه يعني. بس دي كده كانت اخبار عن الزمالك وعن شيكابالا. شيكابالا هيعتزل،
الكرة الحلوة خلصت من بعد شيكابالا بالنسبة لي، مبقاش في حريفة. ليه؟ يعني أنا بحب جدا جدا فيلم الحريف ويشبهني بشيكابالا كده شوية. تمام، لما بكر بيقول لأبوه يعني كده خلاص مش هتلعب كرة تاني يابا، قال له خلاص زمن اللعب الجميل راح. وهو فعلا زمن اللعب الجميل راح مع اعتزال شيكابالا. شكرا جدا ليكم، واعتذر لو كان في أي إطالة.